سلام، معكم دوجة نصر. مرحبا بكم في فيديو جديد. القضية ديال اليوم مغربية، وقعت سنة 1993 وبالضبط في الرباط في يعقوب المنصور. ملكة السرساري من مواليد السبعينات. ملكة كانت بنت زوينة وظريفة وعندها سمعة طيبة. كانت متشوقة غير فوقاش تكمل الثانوية وتطلع للجامعة باش تكمل قرايتها وتخدم شي خدمة مزيانة وتقدر تغير حياتها وحياة عائلتها، حيت كانوا ناس بسطاء وعلى قد الحال. ولكن واخا هكا كانوا دايرين فوق من جهدهم باش ما تخصها حتى شي حاجه، لا هي ولا خوتها. ملكه كانت من المتفوقات في الدراسه وكانت دايره شعبة العلوم، وكانت ديما كتعاون صحاباتها اللي ما فهمتش شي درس كتشرحوا ليها، وما كانت كتشوف حتى شي حاجه من غير قرايتها. حياتها كانت هي قرايتها، حيت كانت دايره واحد الهدف في راسها وكانت مصره انها توصل ليه. واحد الشاب كيسكن في نفس الحي اللي كانت كتسكن فيه ملكه السرساري، اللي هو حي يعقوب المنصور. هاد الشاب سميتو عبد المجيد وفي عمره 27 عام. المهم واحد النهار كان دايز من قدام الثانويه اللي كتقرا فيها ملكه، وغادي يشوفها غير بالصدفه، ومن هذاك النهار وهي مخرجه ليه العقل وما كيفكر غير فيها. مشى وبدا كيسول عليها وعرف سميتها والعمر ديالها وفاش كتقرا وكاع التفاصيل ديال حياتها، ومن تما وهو حاضيها فين ما مشات كيتبعها بالحق بلا ما تعيق ملكه. كان باغي يزيد يتاكد واش كتعرف شي واحد، واش انسانه معقوله نيت من المدرسه للدار اولا كتمشي لشي بلاصه. وملي تاكد انها فعلا بنت دارهم، بنت مزيانه من المدرسه للدار، كتعرف غير القرايه، قرر باش يمشي يهضر معاها ويزيد يتعرف عليها. ولكن ملكه ما بغاتش تهضر معاه وبقات كتغوت عليه وبقات كتقول ليه بعد مني، انا ما كنعرفكش، ما بغيتش نهضر معاك. ولكن غادي يصدمها اولا غادي يفاجئها وغادي يقول لها ولكن انا كنعرفك. قال لها واش انتي هي ملكه بنت فلان الفلاني كتسكني في البلاصه الفلانيه وهذه. المهم عطاها كاع داكشي اللي كيعرف عليها. ملكه بقات غير كتشوف كتقول كيفاش كيعرف عليا هادشي كامل. قال لها انا خو صاحبتك. هي ما متاكداش واش كانت صاحبتها نيت صاحبتها الانتيم اولا غير شي بنت كانت كتقرا معاها. المهم هو كان خو صاحبتها. ملي عرفت هادشي ارتاحت شي شويه وقررت باش تعطيه وقت وتهضر معاه وتسمع ليه شنو بغى يقول ليها. عبد المجيد طلب منها باش يمشيو لشي كافي ويجلسوا ويهضروا بخاطرهم، ولكن ملكه غادي تعتذر منه وقالت لي اسمح لي خصني دابا ضروري نمشي حيت عندي واحد الحصه، ولكن مني نخرج نتلاقاو ونهضروا. قال لها صافي ماشي مشكل، ملي غادي تخرجي غادي تلقايني كنتسناك قدام الباب. وفعلا داكشي اللي كان. ملي كملات ملكه القرايه ديالها وخرجات لقاتو كيتسناها ومشاو لواحد الكافي. جلسوا وبداو كيتعرفوا على بعضياتهم، اولا هي كتعرف ليه حيت هو كنعرف عليها كل شيء ومسول عليها. قال لها انا سميتي عبد المجيد وفي عمري 27 عام، كملت قرايتي وحاليا كنخدم في وزاره الفلاحه وعندي محلات تجاريه. ملكه استغربات وسولاتو كيفاش في عمرك 27 عام وحققتي كاع هادشي؟ قال لها حيت انا مرضي الوالدين، واللي مرضي الوالدين ديما ربي كيسهل عليه، زائد انني كنت كنخدم من الصغر ديالي وكنت كنقرا في نفس الوقت. ملكه بقات ساكته وكتفكر شويه. هو يقول لها انا عرفتك فاش كتفكري، غادي تكوني كتقولي علاش هاد السيد مستقر ماديا وما خصو حتى شي حاجه ومازال متزوجش. قال لها انا بغيت انسانه تكون واعيه قاريه مثقفه محترمه وتكون بنت الناس، وهذا الشيء كامل لقيته فيك نتيا، وهذا الشيء علاش جبتك لهنا. انا ما بغيتش نتفلى، انا بغيت نتعرف عليك بغرض الزواج. المهم من بعد ما كل واحد مشى لدارو، ملكه نسات هذاك اللقاء ونسات عبد المجيد. اما عبد المجيد فكان العكس ديالها تماما، ما كانتش كتحيد من بالو ولا ديما كيتبعها، كل خطوه كديرها هو وراها. كان بحال الخيال ديالها، كيتبعها من المدرسه للدار من الدار للمدرسه، ما كيفرقهاش. ولكن ملكه ما كانتش معبراه، كي بحال عمرها هضرات معاه. وشحال من مره
كان كيطلبها باش ترجع تمشي معاه لشي كافي، ولكن كانت كتقول ليه انها كانت مره واحده وما عمرها غادي تعاود. ولكن عبد المجيد كان مصر، كل مره كيتعرض ليها وكيقول لها يلا نمشيو لشي كافي ونهضروا شي شويه. وفي الاخير ملكه وافقات ومشات معاه. فاش جلسوا في الكافي وخدات القهوه ديالها، غير كملت هذاك الكاس بدات كتحس بالدوخه، ومن بعد ما بقات عاقله على حتى شي حاجه. فاقت لقات راسها وسط واحد الدار ما كتعرفهاش، واول حاجه فكرات فيها هما والديها. اما عبد المجيد فقال لها شنو بان ليك نهربوا ونتزوجوا، ومن يرجعوا نحطوا والديك امام امر الواقع، حيت انا عرفتهم باللي دابا باغينك تقراي وما باغينش يزوجوك، واخا نمشي نخطبك غادي يرفضوني. ملكه تخلعات وقالت لي خاصني ضروري نمشي دابا للدار، حيت دارنا غادي يكونوا مخلوعين عليا. ولكن هو كان فمو غير كلمه خصنا نتزوجوا. ملكه كانت خايفه منه وداتو على قد عقلو. قالت لي واخا انا قابله نتزوج بيك. ومن بعد طلبت منه باش تمشي للحمام اعزكم الله. وهي في طريقها غادي يبان ليها الباب ديال الدار محلول، غادي تجري وما غادي توقف حتى لدارهم. غير شافتها امها بدات كتضرب فيها وكتغوت عليها وكتقول لها فين كنتي. ومن بعد ما قتلاتها عصا غادي تحلف عليها وغادي تقول لها ممنوع يردك الباب لهيه، هنا غادي تجلسي في الدار وممنوع تشوفي شي حد. ومن حسن الحظ ديال الملكه ان هذيك الوقت كان سال العام وكانت بدايه العطله الصيفيه، فهاديك 3 شهور كامله ديال الصيف دوزتها ملكه غير في الدار. اما عبد المجيد فكان غادي حماق حيت 3 شهور كامله ما شافهاش. سالت العطله الصيفيه وملكه خصها ترجع للمدرسه ديالها، ولكن قبل وعدت امها بانها عمرها باقا غادي تشوف عبد المجيد اولا تهضر معاه، ووعداتها باللي غادي تبقى تمشي من الدار للمدرسه ومن المدرسه للدار. ولكن رجع كلشي للطبيعه ديالو. عبد المجيد بدا كيتبع ملكه من جديد، وملكه كيف العاده كترفضو. واحد النهار وقف عليها وبدا كيطلبها عفاك غير شوفي كيفاش ديري، جي عندنا للدار شوفي الوالده راه كتسول فيك وراكي عزيزه عليها وما تخافي من حتى شي حاجه، وانتي اصلا كتعرفينا وكتعرفي اختي وكتعرفي الام ديالي وهادي وهادي. المهم لعب ليها بعقلها ووافقات باش تمشي عندهم للدار. وفعلا الام ديالو كانت فرحانه بها بزاف وما كان حتى شي مشكل، وخداو واحد الصوره هو والاخت ديالو وملكه. من بعد هاد الزياره ملكه بدا كيتبدل الراي ديالها في عبد المجيد وبدا كيدخل ليها لراسها. وهنا غادي تمشي عند امها وغادي تقول ليها بلي عبد المجيد غادي يجي يخطبني وانا موافقه، حيت هو راجل مزيان خدام مزيان ما فيه ما يتعيب وكيبغيني بزاف. ولكن قبل ما يخطبها ومن بعد واحد الفتره قصيره غادي توقع واحد الكارثه لعائله عبد المجيد وغادي تحرقوا ليهم الحوانت ديالهم بجوج. وهنا العائله غادي تتأزم ماديا ونفسيا. وملكه غادي تعرف ان هذوك الحوان ما كانوش ديال عبد المجيد وانما ديال الاب ديال عبد المجيد. وعبد المجيد ما خدام مردام عطيها غير الدوران واصلا ما قاريش خارج من الخامس ابتدائي. ملكه واخا عرفت هذا الشيء بقات ساكته حيت عرفات ان الوقت ما مناسبش. من بعد ما دازت واحد الفتره وبدات الامور كترجع لطبيعتها غادي يطلب منها باش يتلاقاو. وهنا غادي تسولو ملكه على الموضوع. قالت ليه غادي نسولك ولكن غادي تجاوبني بصراحه، فاش كتخدم؟ قال ليها في وزاره الفلاحه. قالت لي والمحلات ديال من؟ قال ليها ديالي. ملكه بقات كتضحك. قالت ليه كيفاش انت خدام في وزاره الفلاحه ونهار كامل متتابعني؟ فين ما درت كنلقاك بحال الخيال ديالي، فوقاش كتخدم؟ عبد المجيد ما لقى باش يجاوبها وبقى كيغوت وكيخاصم عليها وقال ليها بغيتي ولا كرهتي نتي ديالي، وإلا فكرتي في شي حاجه من غير هاد الشيء ما غتلومي غير راسك. ملكه ناضت ومشات لدارها وبدات كتعاود لامها كل شيء. ملكه كانت خايفه بزاف وامها حتى هي، وقالت ليها من اليوم ممنوع تخرجي بوحدك لشي بلاصه. وفعلا ملكه كانت فين ما كتخرج ضروري كيكون معاها شي حد. وهنا عبد المجيد ما لقاش كيفاش يدير يهضر معاها
تصبر حتى هي ووقفها واحد النهار هي وامها، وبقى كيطلب فيها باش تعطيه فرصة أخرى فين يشرح ليها، ولكن مليكة صافي ما بقاتش باغا تسمع ليه، وقالت ليه صافي نساني أنا ما بقيتش بغيتك. عبد المجيد عصباتو هاد الهضرة ومشى هو كيغلي من الداخل، ومن هداك النهار ما بقاش قرب ليها ولا دار جهتها. ملكة وامها ارتاحوا وقالوا الحمد لله، وقيل فهم ان النصيب ما كاينش بيناتنا. ملكة هنا رجعت لحياتها الطبيعية وولات كتخرج بوحدها، ولكن عبد المجيد رجع كيتعرض ليها مرة أخرى. وملكة كل مرة كتغوت عليه وكتقول ليه بعد مني ما بقيتش بغيتك، وتكرر هاد الشي شحال من مرة حتى لواحد النهار غادي يشدها وغادي يقتلها عصا. فاش رجعت ملكة للدار بهذيك الحالة غادي تشد همها وغادي يديها الكوميسارية وغادي يديكلاريو بعبد المجيد. وملي عرف عبد المجيد بالشكاية غادي يخبر ليه الآثار. ملكة رجعت ارتاحت مرة أخرى وقالت وأخيرا تهنيت منه، ولكن من بعد عام غادي يرجع عبد المجيد وغادي يبدا يحاول يقنعها تزوج بيه. وملكة كانت رافضة كيف ديما وكتقول ليه بعد مني ما بغيتكش. واحد النهار من عام 1994 ملكة مشات للمدرسة ديالها كيف العادة. عبد المجيد كان مخبي وكيتسناها تخرج. ملي شافها بدا كيعيط ليها وغير دارت عنده غادي يكب عليها ليسونس من راسها حتى لرجليها، ومن بعد غادي يشعل فيها العافية كاملة. غير بداو الناس كيتجمعوا هرب وخلاها كتحرق. فاش جات لومبيلونس باش ديها للسبيطار ما لقاو كيفاش يديروا باش يهزوها حيت لحمها كان كله كيدوب، وما دوزاتش بزاف ديال الوقت ودخلات في غيبوبة. كانت عندها حروق من الدرجة الثالثة ومع الأسف كانت كلها مشوهة، وجهها يديها الجسم ديالها ما بقات حتى شي بلاصة كيف كانت. ومن بعد واحد الفترة قصيرة البوليس غادي يقدروا يشدوا عبد المجيد، وملكة حتى هي غادي تفيق من الغيبوبة ولكن بملامح مختلفة وآلام ما كيتحملش لا جسدي ولا نفسي. عبد المجيد تحكم عليه ب20 عام ديال الحبس، وهذا الشيء ما عجبش العائلة ديالو. غادي يبداو يخرجوا في الإعلام وغادي يبداو يحاولوا يبيضوا الصورة ديال ولدهم ويدافعوا عليه، وغادي يقولوا بأنه عمرو تبعها حيت كانوا مخطوبين، وخرجوا هذيك الصورة اللي كانت صورتها معهم وهي في الدار ديالهم، وقالوا بأنه في الأول كانت باغاه ولكن من بعد ما وقع لهم هذاك المشكل ديال الحريق ما بقاتش بغاتو وسمحات فيه، وهذا الشيء اللي ما قدرش يتحمله هو وحرقها. وهنا الناس كاملين غادي يتقلبوا عليها وغادي يبداو يردوها هي اللي غالطه وهي اللي طماعه وكانت باغا غير فلوسه وبزاف ديال الهضره. ملكة ما قدراتش تسمع هذا الشيء كامل كيتقال عليها وتبقى ساكته، وبدات حتى هي كتخرج في مقابلات وكتعاود شنو وقع ليها والمعاناه اللي تسبب ليها فيها. مازال حية وكنتعذب ومازال لحد الان باقي في العذاب، وهذا الشيء كان السبب ديالو هو داك الحادث الشنيع اللي تعرض ليه، وكانت عنده اثار وخيمه على الصحه ديالو على الحاله ديال المجاني انه واحد النفسيه سواء اجتماعي كنا كانت، وكانت على اثرها تشوهات. ومن بين التشوهات تعرضت يدي اللي كانت هي يعني الشيء اللي فقدته ضاعوا لي، يعني ما كنستعملهمش يعني ضايعين. والسبب كذلك هذا الحادث كذلك ادى لتفكك الاسره ديالي، اللي بحيث ان الام ديالي رافقتني في هذه المسيره ديالي مده طويله، مده 2 و3 سنين من السبيطار للسبيطار، باقا الان مازال في السبيطار مستشفى بن رشد بالدار البيضاء. والاسره ديالي تفكات بحيث خوتي تشردوا. وهنا الرأي العام بدا كيتقسم على جوج، النص كان مع عبد المجيد والنص كان مع مليكة. من بعد ما وقعت هاد الحادثة المليكة الأب ديالها غادي يسمح فيهم وغادي تبقى المسؤولية كاملة على الأم ديالها. مليكة كانت خاصها رعاية خاصة وخوتها حتى هما كان خاصهم اللي قابلهم، والأم بقات مقسومة على جوج وكتقاتل غير بوحدها. من بعد ما غادي تدوز واحد الفترة ملكة غادي يصيفط لها ربي ولاد الناس اللي غادي يعاونوها، وغادي تبدا كل مرة دير عملية جديدة حتى غادي تولي تقدر ترجع للحياة شوية بشوية، ولكن ما عمرها تقدر ترجع كيف كانت قبل. كانوا عندهم مشاكل مادية اللي كبيرة حيت بحال اللي قلت لكم الأب ما كيصرفش عليهم وملكة هي خاص اللي يصرف عليها، والأم ما قادراش على المسؤولية كاملة. ولكن ربي
ما كيسد باب حتى كيحل البيبان. الملك الحسن الثاني غادي يتكلف بالعلاج ديالها خارج المغرب، ومن بعد ما غادي توصل لفرنسا وغادي تبدا العلاج ديالها غادي يدخلوا جمعيات وغادي يعرضوا عليها باش تبقى تما، وغادي يعطيوها الدار والجنسيه الفرنسيه والخلصه الشهريه باش تقدر تعيش. ولكن كان عندهم شرط واحد واللي هو تخلى على الجنسيه المغربيه. ملكة رفضات هذا الشيء ورجعت للمغرب، وهي كلها امل انها غادي تلقى الناس اللي غادي يعاونوها ويوقفوا معاها، ولكن اللي ما كانش متوقعاه ان الناس نساوها ونساو القصه ديالها ونساوها شكون هي. بقات على هذاك الحال حتى تلاقات مع واحد الشاب بغاها كيف ما هي وتزوج بها، وولدت معاه 2 وليدات، بنيته ووليد. ملكة ما بقاتش غير ضحية، ولات رمز للصبر والقوة. القصة ديالها كتأكد لينا أن حتى في أقصى اللحظات كاين بصيص ديال النور، كاين أمل وكاينة بداية جديدة. شنو رأيكم في الحكم اللي خداه عبد المجيد؟ واش كان عادل أو كان كيستاهل أكثر؟ وإلا كنتي في بلاصة القاضي بشحال كنتي غادي تحكم عليه؟ نتمنى تكون القصة ديال اليوم نالت إعجابكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وتعليق. موعدنا في فيديو جديد إن شاء الله. تهلاو في راسكم.